هاي جايز، كيفكن؟ رجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب طويل، وإن شاء الله تعالى رح أرجع لكم بفيديوهات أكتر. اليوم الفيديو رح يكون عن رحلتي على مصر. رح أبلش نزلكم شوية مقاطع عن رحلتي على مصر. هلا أنا ما صورت كتير، بس حنزل لكم الأشياء اللي صورتها واللي عملتها هونيك، فبتمنى أنه يعجبكم الفيديو وتستمتعوا فيه وهيك سوا. enjoy. جايز، هون وصلنا أول شي برحلتنا على محطة رمسيس، يا ربي بتذكر إن اسمها هيك. فهون خدنا قطار من القاهرة على الإسكندرية. وصلنا الإسكندرية الحمد لله. احنا هلا جينا على سرداب الموت. جايز، مثل ما شفتوا أول وجهة لنا بالإسكندرية رحنا على سرداب الموت. هو سرداب كتير طويل لتحت، يعني الله أكبر، ما أعرف كيف معمرينه، بس كله هيك غرف مدفنية وهكذا. enjoy. جايز، الوجهة الثانية وصلنا فيها على مكتبة الإسكندرية. هي مكتبة كتير حلوة وكتير كبيرة، وأكيد ما لازم نعمل أصوات جوا، لازم نكون ساكتين. فياس وهون جايز رجعنا على القاهرة. وهاني جايز رحنا تاني وجهة لنا بالقاهرة على الخان الخليلي. وهون بالخان الخليلي في مطعم اسمه مملكة أبو العربي. عنده على الروف كتير كانت حلوة القعدة، وكان في هيك مثل شو فوق وتحت، كان كتير حلو الجو. وهون رجعنا رحنا بالليل على نهر النيل، وكان عن جد الجو كتير حلو. وهون جايز رجعنا رحنا على برج القاهرة، واللي ما بيعرفوا هو تامر حسني مثل فيه فيلمه الجديد تاج. وهيدي ما شاء الله تبارك الرحمن، هيدي شجرة كلياتها هونيك قدام
يعني على المدخل تقريبا موجودة تاع برج القاهرة. وهون جايز رجعنا رحنا على مكاني المفضل بكل هيدي الرحلة، هو المتحف القومي يلي نقلوا فيه أو نقلوا عليه المومياوات. هلأ فتت شفت المومياوات أكيد، بس ممنوع التصوير. وكمان هو المتحف كتير كبير ومقسم لكذا قسم. هلا انا ما فيني صورت كتير بقلبه لانه مثل ما قلت لكم انه انا ما صورت كتير، بس انه حبيت فرجيكم كلمحة انه شو عملت بمصر. so yes. وأكيد ما في روحة على مصر من دون ما أجرب الأكلة المشهورة بمصر اللي هي الكشري، وهذا المطعم اسمه أبو طارق، كتير طيب عنده. وهيك جايز بكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. أنا ما حبيت طوله كتير، بس إن شاء الله رح أرجع لكم بفيديوهات جديدة. باي.